علاش كوني امرأة ما كيأثرش على الحظوظ ديالي في نجاح المسار المهني؟ واخا حنا في القرن 21 باقي معتقدات كتقول ان ماشي كاع الخدامي تقدر ديرهم المرأة. في الواقع هذا الشيء مغلوط وبزاف، لاننا اليوم ولينا كنشوفوا نساء كيمتهنوا مهن كانت خاصه بالرجال بحال الشيفور ديال الطاكسي، النجاره وحتى ميكانيسيانه. هذا علاش غادي نشوفوا في هذا الفيديو علاش كونك امرأة ما كيأثرش على الحظوظ ديالك في بناء مستقبلك. نبداو. المجتمع كيتكون من النساء ومن الرجال، وكلنا كنتعاونوا على الوقت. المرأة عندها مسؤوليات والراجل حتى هو. كل نهار كيخرجوا بزوج يخدموا، يربيوا الأجيال ويواجهوا صعوبات. وفكرة أن المرأة حساسة وصعيب عليها تفرض راسها في خدمتها أو في حرفتها فكرة ما عندها لا أساس ولا راس، حيث الأحاسيس جزء من الإنسان، كان امرأة أو رجل، هي اللي كتخلينا نطوروا من ذكائنا العاطفي الانتليجنس ايموسيونيل، ونلاحظوا اللي دايرين بنا بوعي، وفي كثير من الأوقات نتخذوا قرارات. في الوقت الحالي المجتمع تقدم والحريات زادت وكل شيء ولا ممكن. خاصك غير تحددي أهدافك وأولوياتك وتحيدي عليك الأفكار السلبية اللي كتحبسك. أما الباقي راكي مرأة وقادة. اختاري المسار اللي كيناسب شخصيتك، ماشي اللي باغيين الناس الاخرين، او تتبعي الطوندونس، حيت ماشي اي حاجه موجوده في السوق فراها كتناسبك. المسار المقاولة للمرأة هو نفس المسار ديال الرجل، لأن السوق هو والكليان هو وحتى الاحتياجات هما كيبقى فقط الاختلاف في الأفكار، طريقة التسيير، طريقة التعامل مع التحديات، وكيفاش تصنعي لنفسك فرصة النجاح. داكشي علاش لازم عليك تعرفي نقاط قوتك وتستغليها، وتطوري قدراتك باستمرار باش تكوني قادرة على مواجهة أي تحديات وحتى حاجة ما تغلبك. حفزي راسك براسك ودقي كاع البيبان، واستفدي من الآخرين من أخطائهم وتعليماتهم والخبرات اللي اكتسبوها. واللي خاصك تعرفيه هو أن في السوق كاين البلاصة للجميع. هذا علاش إلا عندك فكرة مشروع غادي خصك تركزي عليها وتطوريها وتطلبي المساعدة من اللي يقدر يعاونك. وما تنسيش كلنا كنحتاجوا التوجيه والمواكبة، لهذا ما ترديش أنك تكوني شبكة علاقات مهنية مع الرجال والنساء بحالك باش تتبادلوا الأفكار والتجارب ووجهات النظر، وهذا الشيء غادي يزيد يطور علاقتك ويخليك تزيدي للقدام. وكيف ما كيقولوا ناس زمان، الخير في المساعدة. هكذا غادي نكونوا فهمنا أن كونك امرأة ما كيأثرش على الحظوظ ديالك، وأن روح المقاولة ما كتختلفش ما بين المرأة والرجل، وأن السوق فيه بلاصة للجميع. خاصك غير تعرفي قيمتك وتقوي قدراتك، وما تنسيش تدعمي الناس اللي بحالك. مشروعك غادي ينجح، غير خدمي، تابري، وغادي توصلي.